ساعات كتيرة ناس بتيجي تقول لي ان هم عندهم مشاكل كبيرة في حياتهم، بس مش عايزين يحكوها لاهاليهم. ممكن يكون بدافع ان هم مش عايزين يزعلوا اهاليهم، ممكن يكون بدافع ان هم حسوا ان هم حملوا اهاليهم هموم كتيرة وهم صغيرين فحسوا ان كفاية بقى والكلام ده كله. بس الحقيقة ده لما بيحصل بيأثر على الاهل بشكل سلبي. الاهل بيحبوا يحسوا ان هم ليهم دور في حياة ولادهم، فلما احنا ما بنحكي لهمش رد فعلهم بيبقى يا اما ان هم بيحاولوا يتدخلوا في حياتنا بشكل اكبر، او بن باللي بيحصل ان هم بيحسوا ان هم ما بقاش ليهم لازمه في الدنيا، فبيبقوا اكثر عرضه للامراض. انما لما احنا بنعبر لاهالينا عن احتياجنا ليهم في اوقات معينه، او بناخد رايهم في حاجات معينه، او نستعين بخبرتهم في حاجات، ده بيحسسهم ان هم لسه ليهم لازمه في الدنيا، فعلاقتنا بيهم بتتحسن. وفي نفس الوقت برضو بيخليهم يحسوا ان هم عندهم رغبه في الحياه اكبر. وكتير حتى بقول للكلاينتس بتوعي، بقول لهم تعتقدوا ليه الاجداد بيحبوا الاحفاد؟ عشان الاحفاد محتاجين لهم. احنا لما بنكبر بنزق اهالينا بعيد شويه، وبنحس ان احنا خلاص بقينا واقفين على رجلينا، فده بيخلي الاهل يحسوا ان مبقاش ليهم لازمه. طبعا ده مش معناها ان انا اي مشكله عندي اجري على اهلي اقول لهم المشكله دي عامله ازاي او يساعدوني فيها، انها معناها ان انا ممكن احكي لهم حاجات، او استعين بيهم، او استعين بخبرتهم او بدعمهم، وده بيساعدني وبيساعدهم.